من جهة ثانية أنا اليوم يمكن نتكلم لك على هذه الفترة هذه. أنا اليوم راني موجود، لكن الظروف ديالي أنا عندي ظروف اللي هي شخصية، لا أريد أن أتحدث عليها. عندي ظروف شخصية يمكن تسمح لي أن أستمر، يمكن لن تسمح لي أن أستمر. نعم، لم نحدد. أنا اليوم موجود وأنا مسؤول يعني الفني في هذه اللحظة على المنتخب الفني، وكنتمنى أن أكون مستمرا إن شاء الله. داعي انه حد يبدا يشتكي ولا يتكلم. حنا عارفين على انه اللاعبين عندهم مشاكل في الانديه ديالهم. لا يعقل ان احنا لاعبين نهائي كاس اسيا واللاعبين المضربين، يعني كاين لاعبين مضربين ما تيدربوش، وبالتالي انا كنشوف انتم عارفين على انه اللاعبين محتاجين انهم يتجمعوا اكثر ويلعبوا مقابلات وديه اكثر ويشتغلوا معنا على اساس اننا نستمر في العطاء. لا يمكن ان نجتمع 3 ايام قبل المقابله وان يعني نطالب اللاعبين والمدربين يعني بالاداء الجيد وكذا 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 وكذا. هذا من جهه. من جهة ثانية أنا اليوم يمكن نتكلم لك على هذه الفترة هذه. أنا اليوم راني موجود، لكن الظروف ديالي أنا عندي ظروف اللي هي شخصية، لا أريد أن أتحدث عليها. عندي ظروف شخصية يمكن تسمح لي أن أستمر، يمكن لن تسمح لي أن أستمر. نعم، لم نحدد. أنا اليوم موجود وأنا مسؤول يعني الفني في هذه اللحظة على المنتخب الفني، وكنتمنى أن أكون مستمرا إن شاء الله. لكل مرحلة يعني شروطها ونقولوا أسبابها ومسبباتها. طبعا يعني ما وقع قبل شهر يمكن يجب أن نستفيد منه، يعني من ناحية يعني يمكن الثقة اللي اكتسبوها يعني المجموعة، الالتزام، الانضباط. أظن أن كل هذيك الشروط اللي خلقنا على أساس أن نلحقوا أو نوصلوا يعني لنتيجة جدا يعني ممتازة في كأس آسيا. يجب أن نستمر في العمل وأن نخلق يعني نفس الشروط اللي ممكن تخلينا أن نكون في كأس العالم. طبعا الظروف تتغير، وأنا دائما كنت كنصرح وتنقول على أنه نتيجة كل مقابلة إلا عندها علاقة بالمجهود التي يقوم به اللاعبون يعني في الزمن والمكان. يعني مقابلتي يعني باكستان ذهابا وإيابا ستكونان يعني مختلفتين على مباريات ومنافسات كأس آسيا، وبالتالي يجب الاحتياط، يجب يعني أخذ المقابلات بالجدية المطلوبة، ويجب الارتكاز على الثقه اللي اكتسبناها يعني من خلال يعني المشاركه في كاسيا على اساس اننا نؤدي ونكون يعني في المستوى المطلوب وتطلعات يعني الجماهير الاردنيه. حنا حاولنا اننا نبرمج يعني ساعات التدريب يعني في نفس تقريبا التوقيت، طبعا بدون يعني اننا ما نبالغ في الجهد على صحه اللاعبين، لانه انتم عارفين على دائما اول 3 ايام 4 ايام تكون صعبه شويه في الصيام، واخر اسبوع من شهر رمضان تكون صعب على خاصه اللاعبين، لانه يعني الصحه حتى الناس العاديين ولا الرياضيين يعني بكثره الصيام تكون هناك واحد التعب. الحمد لله انه اول مقابله جات يعني في بدايه رمضان. احنا نتطلع على اساس اننا نناقش المقابله بالشكل الجيد. انا اظن انه القيمه اللي وصلنا لها من الناحيه الفنيه يجب ان تعمل الفرق، بشرط ان نخلق لنفسنا يعني شروط يعني النجاح وشروط يعني الفوز في المقابله. طبعا نظام يعني الذهاب والاياب. طبعا انا تكلمت يعني في المقابله ديال طاجكستان، وانتم يعني شفتوا ما وصل اليه منتخب طاجكستان. ليس بالمنتخب اللي هو السهل، ولا يجب علينا ان نتشبث بالماضي. لا ننسى على انه مجموعه من المنتخبات خاصه اللي هي في شرق اسيا بدات تستثمر في الكره، وانها تبذل واحد المجهود اللي هو كبير، لا في الملاعب ولا في العقود اللاعبين ولا في المدربين، على اساس انها تطور كره القدم. وبالتالي طاجكستان ديال 15 سنه او 10 سنوات ليست هي طاجكستان اليوم.